السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنعمل فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. كده ايه هنعمل مع بعض؟ ايه، احنا جبنا جندفلي بلدي. ده الجندفلي بس بلدي، اللي هو كوكعته بتبقى كبيرة شوية. شايفين كده؟ غسلناه وشطفناه ونضفناه وفتحناه كده من كل الرمل اللي فيه، عشان دوت بقى فيه رمل كتير قوي. لازم يتنضف كويس جدا، وكان صاحي وكان طازة، كان جميل جدا. وعملنا معاه ايه؟ طماطم مبشورة، بصل مبشور، ومعانا قرنين فلفل حامين كده ايه يحبشوا معانا ايه الطعم. ماشي. ومعانا توابل طبعا، تبع ملح وشطة وكمون وشطة وكمون بس، بلاش فلفل عشان خاطر حاطين فلفل حامي. ده الجندفلي الكبير البلدي. البلدي مش هو الطويل اللي رفيع، لا ده الكبير. ماشي. هنبدأ كده الفيديو ونسمي الله. ومعنا طبعا 3 فصوص توم هنقطعهم، هنعرف بتوع ايه دلوقتي. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. كده ايه هنبدأ كده نسمي الله ونذكر ربنا كده، واحنا بنحط اكلنا كده عشان خاطر يحصل فيه البركة. طبعا انا جبت الجندفلي دوت الكيلو عامل 20 جنيه. كيلو الجندفلي البلد ده عامل 20. ماشي. وجبت كابوريا عاملة 25، هي كانت صغيرة، هوريها لكم دلوقتي وانا شغالة ايه معاكم. هوريكم الكابوريا ان انا جبتها، وهوريكم الجندفلي قبل ما يتنضف. هنبدأ بس ايه نشتغل اول في الجندفلي حاجة حاجة كده، ايه واحدة واحدة معاكم، عشان خاطر ايه نحط كده ايه حبة زيت كده صغيرين عشان ننزل معانا ايه كل المقادير بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده يسخن بس الزيت بتاعنا، عشان خاطر ايه ندي الصدمة للحاجة اللي هتنزل، عشان ما تشربش معاك الزيت. زي ما انت شايفة كده. هننزل الاول بالبصل والفلفل مع بعض. ننزل البصل كده ايه على النار. هننزل البصل وندوبه طبعا وندبله الاول، نديه تقليبه حلوه كده عشان ياخد معانا ايه طعمه وينجز معانا في الوقت معاكي بسرعه. انا مش هسلق الجندفلي النهارده، انا هعمله ايه بالتسبيكه الحلوه دي. دي طعم خلت طعم الجندفلي جميل جدا وتغيير برضك في الطعم، غير ما يكون مسلوق كل شويه تعملي مسلوق ومسلوق مسلوق، يبقى ايه حاجه ايه مختلفه. زي ما انت شايفه كده سرعت معاكم الفيديو عشان وقتكم. زي ما انتم شايفين كده. نصلي على رسول الله ونمشي ايه واحده واحده كده مع بعض. ندبله بس ايه نبقى ماشيه معاكم واحده واحده، نبدا نقلب فيه عشان ما يتحرقش. زي ما انتم شايفين كده. هنمشي الاول نعمل الجندفلي الاول نخلص منه. معانا حتتين توم طبعا بشرتهم كده بايديا وقطعتهم ونزلتهم ايه على البصل. بعد كده قطعت الطماطم طبعا كنت بشرها كده في المبشره ونزلت عليها عشان ياخدوا مع بعض تسبيكه حلوه كده. زي ما انتم شايفين كده ايه نحطهم من بعيد عشان ما يتحرقوش. نقلبها تقليبه بس كويسه، نقلب كده فيها حلو عشان خاطر ايه تتسبك معانا. طبعا تتبيلات التوابل بتاعتها ايه ملح وشطه وكمون، بس ملح وشطه وكمون. هتحطي شطه حطي، مش هتحطي شطه انت عندك فلفل حامي لو عايز تحطيه بدك حطيه. هننزل بقى ايه بالصدف الجميل بتاعنا دوت الجندفلي الجميل ده البلدي. كان صاحي وكان جميل جدا، وكان بصي طعمه خرافه. طبعا انا هسيبه بقى ايه ياخد بقى سوا كده على نار هاديه ويتسبك ويتظبط معاه. وهعمل بقى ايه طبق الرز. هنعمل طبق رز صياديه، حبه زيت صغيرين خالص عشان خاطر عارفين طبعا الزيت طبعا اليومين دول ايه نمشي بمعلقه بمعلقه. نقطه الزيت حطيتها وقطعت عليها بصل ونحمر البصل. طبعا البصل الرز الصياديه احنا بنغمق البصلايه يعني زياده شويه. احنا اسكندرانيه بنغمق البصلايه، ما بنحطش طماطم كتير والكلام ده، لا احنا اصلا اصل الرز الصياديه اسكندراني اللي هو ايه تغماء البصلايه. يعني يعني قبل ما تتحرق بشويه قبل ما تتحرق بشويه، يعني ايه تبقى غامقه، يعني البصليه غامقه تطلع معاكي لون البصل جميل. في ناس بتزود طماطم، ناس بتزود صلصه، ناس بتزود سكر متكرمل، الحاجات دي الاضافات ديت. بس احنا اساسنا اصلا اسكندرانيه ان احنا بنحمر البصليه بزياده. شايفين كده.
بعد كده ننزل بقى ايه الميه زي ما انتم شايفين، حبه حبه كده. نحط ميه مغليه ايه من الكتل زي ما انتم شايفين، ونحط معلقه كمون ومعلقه ملح عشان نظبط الملح بتاعها. هنسيبها تغلي 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 تغلي. طبعا انا ده موطيه النار على الجندفلي عشان ما ياخدش سوا معانا زياده. انا بس موطيه النار عليه خالص. غسلت الرز، جبت نص كيلو رز ابيض مصري عادي. هنقلبه بقى ايه. بص ميه البصلايه لما دابت في البصله طلعت لون عامل ازاي، غمقت من غير ما احط بقى اي توابل ولا اي حاجه. البصلايه ذات نفسها طلعت ايه اللون بتاعها البني الجميل ده. هنحط النار بقى ايه على الجندفلي ده، ونبدا بقى ايه نحضر في الكابوريا. نحضر ايه للكابوريا الحلوه بتاعتنا دي، الخلطه بتاعتها. انا طبعا لسه ما قلتلكمش الكابوريا شكلها ايه، هوريها لكم دلوقتي. كده خلصنا الجندفلي والرز بيستوي. انا هعمل بقى الكابوريا، مش هتاخد معاكم وقت يعني. انا خلصت ده وخلصت ده زي ما انتم شايفين كده ايه. هنحمر البصلايه بتاعت وكده نقطع بقى ايه طماطم وبصل عشان نحط الكابوريا. ادي الكابوريا انا جبتها ب25 جنيه كيلو، ب25 جنيه. يعني انا جبت الجندفلي والكابوريا ب45 جنيه. طبعا عشان الكابوريا صاحية ازاي بتحرك دراعها. دي الكابوريا انا جبت كيلو كابوريا صغيرة عشان كده عاملة كمية كبيرة. الكيلو طبعا وزن معايا ايه حبة حلوين. الكيلو الكابوريا دي ب25 جنيه، والجندفلي عامل خمسة عامل 20 جنيه. يعني جبت كابوريا والجندفلي ده عامل 45 جنيه. ماشي. يعني غدانا النهارده ب45 جنيه. انا الحاجة اللي اشتريتها من بره، وانا كان الرز كان عندي والطماطم عندي. اشتريت بس غدانا ب45 جنيه. ونجيب ايه طبعا الكابوريا اتسلقت، نسيتها على النار ايه وهديتها كده. ما تاخدش معاكي 3 دقايق 4 دقايق كبيرها. يدوبك استوت وظبطت الدنيا وخلصتها. وطبعا وريت لكم الجندفلي بعد ما انا خلصت بيضك. وهفضي معاكم الكابوريا كده ايه. يدوبك تاخد بس نار كده ايه غلوتين 3 وتغير لونها بس. متاخدش معاكي وقت كتير على النار. وكانت ملحمه ومبطرخه وكانت جميله. يعني قد ما هي صغيره بس مليانه لحمها كتير وتقيله. يعني تمسكي الكابوريا كده تحس ان هي تقيله في ايديكي. و ظهرها ابيض مش شفاف. الابيض ده بتاع بطنها ده ابيض جامد مش شفاف. ده يبين لك ان الكابوريا دي طازه. لو هي ظهرها شفاف وشايف اللحم اللي جوه يبقى دي بايظه، ما يكونها في التلاجة بقى ياما. نحط بقى شويه الكابوريا كده في الطبق الجميل ده. طبعا الكابوريا طبعا معانا حبه حلوين زي ما انتم شايفين كده. هو الراجل ايه خد مننا 5 جنيه وعطانا كيلو وربع. يعني انا 25 جنيه قفل 50 جنيه وجابني هنا كيلو وربع. وادي طبق الكابوريا وطبق الجندوفلي انا هوريهولكوا. ادي الجندوفلي هجيبه من على النار. ما خدش معانا يعني دوبك ايه يعني يسبك مع الطماطم. طفيت عليه على طول. ما خدش معاكي وقت. اوعي تطولي على وقت الجندوفلي عشان ما يشدش منك. ادي الجندوفلي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميل جدا جميل جميل جميل. ده الجندوفلي ده عامل 20 جنيه. والراجل حاطلنا الكيلو وربع ده. انا قلتلكوا على هحط حبة بقدونس بس. زود لنا ايه خد 50 جنيه على بعض. شايفين كده طبعا تغيير بدل المسلوق وطعم جميل. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني كان الطعم التسبيكه بتاعته دي كمان جميله جدا. جربيه وانت اللي هتقولي هتحكمي بنفسك. انت اللي هتعملي الطريقه دي. انت هتحكمي على الحاجه على يعني طريقتها ديت حلوه ولا وحشه. والجندفلي في كل حالاته صراحه جميل تحفه يعني.
وطبق الرز الجميل بقى بتاعنا اللي هو الصيادية، هوريك لونه عامل ازاي من غير اي الوان ولا اضافات. غمقنا بس شوية الرز، البصلة، وهي عملت لنا اللون الجميل بتاع الرز دوت. ده الاصل بتاع الرز اساسا. في ناس بتزود لك بقى طماطم، يزود لك توابل، يزود لك مش عارفه ايه، لكن هي الطريقه الاسكندرانيه بتاعتنا احنا الاساسيه هي ايه؟ البصلايه بس، تغمقي بصلايه شويه هتديك اللون الجميل ده من غير اي اضافات، ولا طماطم ولا رز ولا سكر مكرمل ولا الكلام اللي ايه بيتقال عليه ده. مقلب بس ايه طبق الرز كده، شايفين جماله؟ ولا رز ولا البصلايه طالعه محروقه ولا فيها اي حاجه. حط بس سنه بقدونس، وحطيت بدك شويه بقدونس بدك على الجندفلي عشان يديله لون كده ايه وطعم حلو. وكده خلصنا الفيديو. شايفين الرز شكله جميل ازاي، ويفتح النفس كده ويقولك تعاليلي. ده رز الاسكندراني على اصله من غير اي اضافات. وادي الجندفلي الجميل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وادي شويه الكابوريا. طبعا في بواقي تاني حاجات تانية انا هتفق بقى تانية، بس ايه اخلص معاكم الفيديو ونغرف الباقي، ونشوفكم على خير فيديو جديد. يلا السلام ورحمه الله وبركاته. اشتركوا في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد. متنسوش بقى باللايك والاشتراك لو انتوا على اليوتيوب. لو انتوا على الفيس اعملوا متابعة، وبرضك اللايك الجميل بتاعكم او قلب حلو كده زيكم. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا باي باي. طبعا منظر جميل يفتح النفس. السلام عليكم.